السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا واختي قررنا نخرج شويه ونتمشى كده ونغير جو. فما لقيناش احسن من الكوربه في مصر الجديده نروح كده. نهوي عن نفسنا شويه. لقينا مطعم ابو عمار السوري، فقلت ندخل عنده ونشوف الاسعار واعمل لكم ريفيو عن المكان. تمام، تعالوا شوفوا بقى طلبنا ايه. بصوا بقى، احنا طلبنا وجبه كده سندوتش شاورما معاها بطاطس ومعاها تومية ومخلل. هم عندهم حاجات كتير جدا في المنيو بتاعهم. المكان بصراحة حلو. بصوا مقطعينها قطع كده. بصراحة الشاورما بتاعتهم حلوة جدا. هي الوجبة كان سعرها غالي شوية، بس بالنسبة لان هي معاها بطاطس وتعتبر وجبة كاملة فحلوة قوي. كانت ب44. عندهم حاجات كتير قوي، بس طبعا انا مش فاكرة الاسعار كلها، فانتوا بقى لو حابين تروحوا هيجيبوا لكم المنيو وهتشوفوا الاسعار. البطاطس كمان بتاعتهم عجبتني جدا. مقرمشه كده مش طريه. في مطاعم بتقدم لك البطاطس بتبقى طريه شويه وما بتعجبنيش بصراحه. لا، البطاطس حلوه، والاكل بصراحه كله فريش وجميل جدا. وبصوا ترابيزات بيحطوا لكم عليها ازازه لبن عيران وميه. دي طبعا بالحساب، يعني لو ما فتحتوهاش مش مشكله. وبيحطوا عليها كمان زيت زيتون. خرجنا وتمشينا شويه ولقينا بصوا جنب المحل في محل كده فيه فساتين سواريه حلو جدا. انا هعمل لكم ريفيو عن المكان كله، الكوربه في مصر الجديده، واقول لكم يومنا كان عامل ازاي. بصوا الفستان ده عجبني قوي، شكله تحفه. قولوا لي رايكم كده فيه في الكومنتات. عندهم فساتين سواريه وسواريهات عموما، مش فساتين بس. وكمان عندهم سويتشيرتات تحفه، بس هي اسعارهم غاليه شويه، بس حاجتهم حلوه قوي. يعني الفستان اللي فوق اللي هو الذهبي ده اللي انا كنت جايباه ده كان ب1900. في اسعار كتير، بس انا ما سالتش على كل حاجه، انا سالت على الفستان ده عشان كان عاجبني. بصوا الموديلات اللي عندهم تحفه بجد. اللي عايز يشتري فستان للخطوبه او اللي رايحه فرح او كده ممكن تروح تجيب من هناك. هتلاقوه جنب ابو عمار السوري على طول. تمام كده، انتوا اول ما تنزلوا الكوربة اصلا هتلاقوا ابو عمار السوري في وشكوا على طول، وجنبه المحل ده عنده اللي هي البلوزات السواريه. عندهم حاجات تحفة جدا. عدينا الناحية التانية كده عند سينما نورماندي، لقينا في حد فرش بدهب صيني عنده موديلات تحفة قوي. بجد اتفاجئت بصراحة، زي اللي بتتباع في المحلات بالظبط. بصوا بقى، هو هيقول لكم الاسعار دلوقتي. طب الانسيالات من كام؟ الانسيالات بتبتدي من 35 لحد 50. تمام. والسلاسل بتبتدي من 50 لحد 65. في حاجات بقى كبيرة زي كده، ده 150. تمام. ده 130. تمام. شكرا. شكرا. جنب الشاب اللي فارش بدهب صيني بالظبط هتلاقوا فيه شاب تاني فارش برضو بشنط حلوة قوي. طبعا انتوا عارفين اسعار الشنط بقت غالية قوي، بس اسعار الشنط عنده حلوة. وبصراحة انا مسكت الشنط خامتها حلوة، خامتها نظيفة جدا. يا ريت يعني لو هتروحوا هناك تشتروا منهم وتنفعوهم. هما كلهم موجودين تحت سينما نورماندي. هو هيقول لكم الاسعار دلوقتي في الفيديو. طب الاسعار ايه بقى؟ من 90 ل 200. تمام. شكرا. طيب لو عايز تقول لنا الاسعار ماشي. عايز كده مثلا 90. دي بدايه السعر كام؟ دي بقى اشكال مختلفه دي اللي 90. تمام. 90 اول صفين 90. تمام. في حاجه كده اعلى ماتيريال عندنا عامله 200. دي اللي هي عادي الماتيريال بتاعها عالي جدا. تمام. دي معاها 2 حزام، بيكون حزام شبه كده كاجوال. تمام. تعلق في الشنطه، والشنطه بتاعها شبه كده بيكون معاها فلوس. دي ب 200. دي 200. دي اعلى ماتيريال عندنا. تمام. شبه كده بقى هاي ويست والكت عامله 110. 110 بالظبط. في حاجه شبه كده طالعه جديده قوي برضه عامله 90 جنيه ومستورد. تمام. في ماشي. حاجات مثلا حد مثلا معاه بنوته، معاه طفل صغير يشيل معاه حاجه شبه كده كبيره.
في بقى غير الباك اللي هو مثلا عندنا يكون متاح بكره ان شاء الله باشكال والالوان. ودلوقتي عليه طلب عشان الكليات والمدارس بس خلصنا عندنا للاسف. طب لو حضرتك حابب تقول للناس المكان فين بقى؟ المكان في الكوربه، شارع الاهرام الكوربه 34 شارع الاهرام. عندنا بيج على الانستجرام برضه الناس حابه تتابعنا عليه. بيج اسمها ايه؟ نيكلز شارع NKLZ/4 على الانستجرام. تمام ماشي. انت عايزاه كده. شكرا. شكرا لحضرتك. عايزه اقول لكم ان الكوربه من اكتر الاماكن اللي بحبها في مصر الجديده. فيها يعني فيها محلات حلوه قوي وهتلاقوا محلات كتير من محلات الاكل البراند موجوده هناك. تمام يعني. وهتلاقوا محلات هدوم حلوه جدا وكافيهات. يعني لما تروحوا هناك بصراحه فسحه وتمشيه حلوه، واللي عايز يشتري اي حاجه هيلاقيها هناك. لقينا كمان بيتزا هات الناحيه التانية اهو. في وش ماكدونالدز الناحيه التانية هتلاقوه برضو اللي حابب يروح. قلت اعمل لكم ريفيو عن المكان كله. احنا في اخر بقى اليوم حبينا بقى ندخل كده نرتاح شويه وناكل الساندي حبيبنا، فروحنا ماكدونالدز. دخلنا ماكدونالدز. طبعا هو غني عن التعريف، يعني انا اكتر حاجه بحبها بماكدونالدز الساندي. فدخلت انا واميره اختي بقى ايه، قلنا ناكل ساندي كده نقعد نرتاح شويه. جبنا ساندي كراميل وشوكليت. طبعا الشوكليت ليا انا عشان ما بحبش الشوكولاته والكراميل ليها هي. انا مبقتش عارفه اصور لكم المكان قوي عشان خاطر مش عايزه اطلع حد في الفيديو. ما بحبش بصراحه اجيب الناس في الفيديوهات عشان يعني لو حد مش حابب يظهر على اليوتيوب او كده. ساندي بتاع ماك من الحاجات الغنيه عن التعريف يعني. على فكره انا عملت لكم الميلك شيك ماكدونالدز عندي على القناه قبل كده، ادخلوا شوفوه. انا هحط لكم الرابط في صندوق الوصف. كراميل برضو حلو قوي. بس انا كل ما اروح لازم اطلب شوكليت واميره بتطلب كراميل دول اكتر طعمين بنحبهم. وفي الفراوله. سندوتشات ماك هي حلوه، بس انا عن نفسي انا مبحبش اكل اي برجر برا البيت بصراحه. يعني اي لحوم مصنعه برا البيت انا مبحبهاش، بحب اعملها في البيت احسن واضمن يعني. حتى لو يعني ممكن حد يعترض معايا عشان دي ماركه مشهوره او كده، بس انا يعني عموما اي برجر حتى لو كان غالي ما احبش اكله برا البيت ابدا. قلت ادوق بقى الكراميل من نفسي كده، انا ما دقتوش قبل كده لان انا مدمنه شوكليت بصراحه. فاول حاجه بطلبها هي الشوكليت على طول. قعدنا ندوق بعض بس بصراحه المكان جوه تحفه. وحتى اول ما دخلنا ما كناش لاقيين مكان نقعد فيه من كتر الزحمه. بيروق بقى على بالليل، على من 8 كده ل9 بيبدأ يروق شويه. هتلاقوه جنب ابو عمار السوري على طول لو رحتوا الكوربه. بصراحه المكان حلو قوي ومريح والاسعار كويسه برضو. لقينا عمو حسني ده من اشهر محلات اللي بتبيع سندوتشات برجر وتكاوي. هو طلع عمل حلقة قبل كده مع اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، لو شفتوا الحلقة دي. هو مكانه في الكوربة برضو قدام ماكدونالدز الناحية التانية على طول هتلاقوه اللي حابب يروح كده. خلاص يومنا خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الريفيو والفسحه بتاعتي دي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات عشان اعمل لكم ريفيوهات اكتر عن اماكن اكتر بروحها. يلا سلام عليكم.